اسمعوا الخلاصة في برنامج على الماشي. لو سألت حد عن وسط البلد هيقول لك زحمة، كافيهات قديمة وعمارات قديمة ويمكن شوية فنانين بيصوروا، بس محدش عارف ان كل حجر هنا شايل حكاية، وكل شارع معمول بخطة بأكتر من 150 سنة. النهاردة هنتمشى في وسط البلد مش عشان نتصور، لا، عشان نكتشف أسرار اللي محدش بيحكيها. تخيل معايا القاهرة في القرن ال19، شوارع ضيقة، الزحمة هي الزحمة وبيوت قديمة، لكن الخديوي اسماعيل عنده طموح ما بيخلصش، وقف في قلب القاهرة وقال لك انا عايز اعمل باريس على النيل. والله باريس على النيل. ومن هنا بدأ التخطيط للمنطقة الجديدة اللي هتكون واجهة القاهرة الحديثة، اللي النهارده بنسميها وسط البلد. بس قبل ما تتبني حصلت مفاجأة غريبة جدا. قبل ما يبنوا وسط البلد النيل ما كانش ماشي فيها زي دلوقتي. حوالي سنة 1865 قرروا يغيروا مجرى النيل علشان يفضوا الأرض ويكون في مساحة للتوسع العمراني، يعني النيل نفسه اتحرك علشان خاطر المشروع ده يقوم. ودي من الحاجات القليلة جدا اللي يعرفها الناس عن المنطقة. يعني نقدر نقول كده ان وسط البلد حرفيا اتولدت من النيل نفسه. الخطة كانت واضحة، شوارع واسعة، عمارات منظمة، ميادين كبيرة زي المدن الأوروبية اللي الخديوي شافها في باريس. المنطقة دي لما اتبنت ساعتها اتسمت القاهرة الخديوية، وبقى فيه أكتر من 500 مبنى تاريخي، كل واحد ليه طراز وشخصية مختلفة. وده اللي خلى وسط البلد بعد كده تبقى قلب القاهرة الحديثة. المعماريين اللي صمموا وسط البلد كانوا جايين من فرنسا، إيطاليا واليونان، فعشان كده وانت ماشي هناك تحس ان انت ماشي في باريس او ميلانو بس بروح مصرية. خد مثلا شارع عماد الدين، من أكتر من 100 سنة كان مليان مسارح وسينمات، وصور للشارع من سنة 1913 بتورينا ان الشارع ده واقف لحد النهارده كأنه بيتحدث زمان. في حاجة في المعمار ده مش مجرد حجارة، لا، ده فن بيحكي قصة بلد كانت بتحلم تكون حديثة. تعال اسألك سؤال بسيط، عمرك فكرت الشارع اللي انت بتمشي فيه اسمه كده ليه؟ في كتاب اسمه الدليل الميداني لأسماء شوارع وسط القاهرة، بيحكي ان اسماء كتير اتغيرت مع الزمن او اختفت خالص، زي ميدان باب الحديد كان موجود على الخرائط القديمة، لكن الاسم اتغير وبقى ميدان رمسيس بعد ما اتبنت محطة القطر. وبرضه شارع عبد الخالق ثروت متسمي على اسم سياسي كبير شارك في نهضة الوطن. يعني كل اسم هنا وراه شخصية او حكاية من التاريخ. وبرضه في وسط البلد في كافيه عمره اكتر من 100 سنة، كافيه ريتش، اتفتح سنة 1908 وكان أكتر من مجرد كافيه. هنا قعد نجيب محفوظ وتقابل الثوار والسياسيين والمثقفين، وفي اللي كتب مقال وغير رأي الناس، وفي اللي خطط لحركة سياسية. بمعنى تاني الكافيه ده كان السوشيال ميديا بتاعت زمان. لكن وسط البلد ما كانتش ثقافة وفن، دي كانت مركز الاقتصاد المصري. هتلاقي هنا البنوك القديمة والوزارات والمقرات التجاريه، كان هنا بيتاخد القرار، وهنا برضه بيتكتب التاريخ الاقتصادي للبلد. وطبيعي جدا ان هي تفضل لحد النهارده منطقه حيويه ومليانه حركه. لو نزلت بدري وسط البلد هتشوف اجمل مشهد في القاهره، الناس رايحه شغلها والكافيهات بتفتح والبياعين بينادوا، كل زاويه هنا ليها صوت وكل حجر ليه قصه، ناس مستعجله وناس بتضحك وناس واقفه على الرصيف بتفكر في بكره. وسط البلد ببساطه تتنفس، هي مش مكان، هي حاله. ناس كتير بتقول ان وسط البلد عباره عن متحف حي للعماره، وصدقني ده مش كلام شاعري. كل شباك، كل بلكونه وكل باب بيحكي فصل عن تاريخ القاهره. هي الشاهد الصامت اللي شهدت على قرن ونص من التغير، من الملكيه للجمهوريه، من عربيات الحنطور للملايين اللي ماشيه النهارده. بس زي اي كنز وسط البلد مش دايما في امان، في مباني اتهدت ومباني اهملت وفي اللي اتغير استخدامها. بس الجميل ان في السنين الاخيره بدانا نشوف الناس بتحاول ترجع الروح، شركات بترمم العمارات القديمه وشباب بيعملوا معارض فنيه في شقق في وسط البلد علشان يخلوا المكان عايش من تاني. الفرق ما بين الصور بتاعت زمان والنهارده بيورينا حاجه مهمه، رغم كل اللي حصل بس الهويه لسه موجوده، لسه تقدر تمشي وتشوف الشوارع والواجهات العمارات اللي جدك شافها زمان، بس حواليك ناس جديده والموضه الجديده والبلد اتغيرت. مش ممكن نمر على وسط البلد من غير ما نتكلم عن ثوره 25 يناير 2011 وثوره 30 يونيو 2013. ميدان التحرير كان قلب الحدث، مكان التغيير، مكان الامل، لكن كمان مكان الشده والتحدي. وبعدها الوضع في وسط البلد ما فضلش زي ما هو، الناس هجرت والمباني العريقه اتاثرت. بس في نفس الوقت في نقطه ايجابيه طلعت، ان الحكومه والشركات الخاصه بداوا يشوفوا التراث كفرصه، من مشاريع اعاده تاهيل المباني التاريخيه وتشجيع رياده الاعمال، زي ده جريك كومبس اللي اتاسس في وسط البلد سنه 2013 كمركز تكنولوجيا وابتكار. يعني وسط البلد مش بس بتحتفظ بالماضي، ده بيحاول يبني مستقبل على اساس الماضي. وبكده نكون خلصنا رحلتنا اللي عبرت من اول التخطيط لبناء وسط البلد والزمن الجميل، ولحد التحديات اللي قاعده تحصل لحد دلوقتي. وسط البلد مش بس شوارع ومباني،
لكن قصة عمرها بقى لها أكتر من 100 سنة، مزيج ما بين القديم والجديد، ثقافة، تجارة ومعمار وهوية. الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، من واجبنا نحافظ على المكان ده، مش بس عشان التاريخ، لكن علشان نعيش الهوية اللي فيه، إنها لسه حية ولسه بتتنفس.